خطأ من أسامة، ونور السيد يعمل فنت وجعفر يحط جول 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 جول. عملها أحمد غضنفر، عملها أحمد جعفر. أحمد غضنفر بيضع الهدف المبادئة وهدف المبادرة لنادي الزمالك وينير الطريق ويسعد الملايين والجماهير. أحمد جعفر يتقدم للنادي الزمالك في اللقطة الأولى ويستغل الفرصة الأولى من الخطأ الأول لأسامة بكرة من نور السيد على طول بتسديدة قوية تغالط علي لطفي ويسدد أحمد جعفر وتهتز شباك إنبي في الدقيقة 60 علشان يتقدم الفارس الأبيض على إنبي بهدف دون رد. وشايف خمسة من لاعبي إنبي على حدود المنطقة، وادي شعبان بيسقط كورة، وادي الالتحام خطورة، وادي جول 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 جول. أحمد رؤوف يوم البدلاء أحمد رؤوف من على دكة البدلاء يعيد الثقة ويعيد الاتزان والهدوء مرة أخرى إلى المارد البترولي بكرة مقصية وأيضا عرضية من اللي قلنا هتعمل خطورة على مدافعي نادي الزمالك. بص شوف الارتباك وسرعة رد الفعل والكرة المقصية من أحمد رؤوف، والقدم اليمنى اللي عارفة سكة المرمى، كرة لا تصد ولا ترد. ويعود إنبي للقاء وتصبح النتيجة 1 الزمالك 1 إنبي. يوم البدلاء يسلم نور، ادي ضغط قوي من عادل مصطفى ويسلم لرؤوف لعبد الظاهر، وادي جول. احمد عبد الظاهر بيعود وياتي بإنبي من الخلف وبيضع الهدف الثاني. يا سلام على الدراما ويا سلام على الافكار والسيناريو الغريب اللي دايما بيشهدوا لقاء إنبي والزمالك. بص شوف الكوره وبص شوف الدراما واللغز والمستديره لما تحب تتكلم. بص شوف الجماعيه بتعمل ايه والسرعه من احمد عبد الظاهر اللي بباطن القدم على طول بيركن على شمال عبد الواحد علشان يضع الهدف الثاني لإنبي.